السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، طلابنا حبايبنا أبطال الصف الأول الثانوي، سواء كنت عام أو بكالوريا أو أزهر، يلا بينا يا بطل نكمل اللي بدأناه ونكمل في الوحدة الثالثة بإذن الله. الدرس الأول معانا درس تهديدات وإجراءات المضادة في أمن المعلومات. إيه الحاجات اللي بتهدد المعلومات وأمن المعلومات؟ وإيه أصلا أمن المعلومات؟ وإمتى تكون المعلومات بتاعتي آمنة؟ يعني ايه الشروط اللي اتوفرت عندي في المعلومات بتاعتي تكون المعلومات كده آمنة ومستقرة بإذن الله؟ طيب ايه الحاجات دي هنعرفها معانا النهارده. طب ايه الحاجات اللي بتهدد أمن المعلومات او تقضي لي على واحدة من الثلاثة اللي بنتكلم فيهم دول؟ هنعرف برضو النهارده مع بعض. طيب قبل ما اكمل، عندي ليك مفاجأة ان شاء الله تعجبك. ايه هي؟ ان انا هجمع لك ال20 فصل، لاني انت بقى عندك 3 على المنصه، 3 فصول على المنصه نزلوا جديد، فانا هجمع لك في اقرب وقت ممكن فيديو لل20 فصل في فيديو واحد. تمام؟ يعني ال20 فصل عندك بتوع البرمجه بتوع المنصه في فيديو واحد، بحيث انت محتاج الفصل الاول هتخش تلاقيه، محتاج الفصل الثاني هتخش تلاقيه، محتاج الفصل ال11 هتخش تلاقيه، ايا كان الفصل اللي بتدور عليه ان شاء الله هتلاقيه في فيديو واحد. طيب مش توهك كتير يعني. طب يلا بينا بسم الله نبدا. عندنا الدرس الاول في الوحده الثالثه، التهديدات والاجراءات المضاده في امن المعلومات. اول حاجه الدرس بيعرفني، بيقول لي يعني ايه اصلا امن المعلومات؟ والتعريف بسيط جدا، بيقول لي هو عمليه اداره المعلومات بشكل صحيح والحفاظ عليها امنه. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني امن المعلومات هي عمليه بتعرفني ازاي ادير المعلومات وازاي احافظ عليها امنه. لو توفر عندي 3 شروط، ايه هم يا مستر ال3 شروط دول؟ قال لي ان امن المعلومات لازم يتوفر عندي فيه 3 شروط. ايه هم ال3 شروط؟ قال لي اول حاجه السريه. طب تاني حاجه يا مستر؟ قال لي السلامه، سلامه المعلومات دي. طب يعني ايه سريه ويعني ايه سلامه؟ تالت عنصر معانا اسمه التوافريه. يبقى انا عندي عشان يتوفر عندي امن المعلومات، قال لي عندي السريه، عندي السلامه، عندي التوافريه. ايه هي السريه؟ قال لي في الحاله دي في افراد بس معينين، تمام، هم اللي مسموح لهم الوصول للمعلومات. طب في شخص تاني جاي من بره يا مستر، شخص تاني اهو، ده شخص تاني اهو، تمام، جه من بره وصل للمعلومات دي، يبقى دي هنا انتهى موضوع السريه، ما بقتش المعلومات عندي سريه، وبالتالي ده تهديد لامن المعلومات. طيب الشخص ده اسمه ايه كده لما قضى على السريه؟ عمل حاجه اسمها دخول غير مصرح به. يبقى لما شخص يقضي على السريه او يدخل للمعلومات او يوصل للمعلومات وهو مش المفروض ان هو يدخل للمعلومات دي او ان هو يشوف المعلومات دي وبيقضي على السريه، ده اسمه كده عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها دخول غير مصرح به. طيب يا مستر يعني ايه؟ لما انا اكون عندي اكونت على الفيسبوك، تمام، حلو. طب يا مستر حضرتك دلوقتي عندك اكونت على الفيسبوك، هل ينفع ان الاكونت ده او الشتات اللي في الاكونت دي حد يطلع عليها غير صاحب الاكونت؟ لا. طب لو حد وصل بطريقه غير مشروعه للاكونت بتاعي عن طريق ان هو سرق الباسورد وسرق الاكونت، مش بقول لك هكرك، لا، انا بقول لك سرق الباسورد الاكونت، انت كاتبه في ورقه، كاتبه على النوته، كاتبه في اي حته، وهو قدر ان هو يوصل للباسورد والاكونت باي طريقه، هو كده لما يخش على الفيسبوك بتاعك هو كده عمل حاجه اسمها ايه؟ دخول غير مصرح بيه. طيب يا مستر السلامه، بيقول لي السلامه هي الحاله اللي تكون فيها المعلومات لم يتم التلاعب فيها، لم يتم تكون فيها المعلومات ما تلعبش فيها، لم يتم التلاعب فيها. بص بيقول لي ايه؟ لم يتم فيها تدمير المعلومات والعبث بها، يبقى تكون فيها المعلومات لم يتم العبث بها او محوها او التلاعب به. نفس الشخص
اللي دخل وخد الايه الاكونت بتاع الفيسبوك، هو قضى هنا على ايه؟ قضى على السريه. طيب لما يبدا ان هو يخش على المعلومات، يخش على الشتات، ويبدا ان هو يتلاعب في الشتات، ويبدا ان هو يبعت رسائل لحد، ويبدا ان هو يمحي شتات من عندي، ويبدا ان هو يعبث في الاكونت كده، ده اسمه كده هنا قضى على السلامه. يبقى نفس الشخص ده لما يبدا ان هو بقى يتعامل في المعلومات، ويبدا ان هو يتفاعل مع المعلومات دي وقضى على السلامه، يبقى قضى على السلامه ايه بتاعت المعلومات. طب التوافريه يا مستر؟ التوافريه نفس الشخص مسك الاكونت وراح عامل له ديليت او عمل له دي اكتيف، يعني لغاه من الايه من الاكونتات. فانا جيت يا مستر دخلت على الاكونت بتاعي ابص على الايه، جيت اشوف الاكونت بتاعي، اخش عليه مش عارف اخش، مش لاقي. يبقى هنا المعلومات مش موجوده، يبقى المعلومات ما بقتش متوفره، معلومات الاكونت بتاعتي ما بقتش متوفره. يبقى بيقول لي التوافريه هي الحاله التي يمكن فيها الوصول الى المعلومات في اي وقت عند الحاجه. يبقى هي الحاله، خلينا نكتب بالاسود عشان الالوان ما تخشش في بعضها، هي الحاله التي يتم الوصول فيها للمعلومات ماشي في اي وقت عند الحاجه. جه الشخص ده وراح داخل حذف الاكونت بتاعي يا مستر، ما بقاش في اكونت فيسبوك خلاص، يبقى كده هو عمل ايه؟ قضالي على التوافريه. طب الشبكه وقعت، النت الفيسبوك وقع، السيستم بتاعه وقع، هنا برضو ما بقاش في توافريه، عشان انا لو جيت دخلت على الاكونت مش هلاقي ايه؟ مش هلاقي الفيسبوك موجود، او مش هلاقي الاكونت بتاعي موجود. ليه؟ لان السيستم بتاع فيسبوك وقع. يبقى انا عرفت اول 3 خطوات في العناصر الاساسيه للايه؟ لامن المعلومات. اول 3 حاجات هم دول ال3، لو موجودين عندي سريه للمعلومات، عندي سلامه، عندي توافريه، مش مشكله. طيب عندي سلامه، عندي توافريه، عندي سريه، يبقى انا كده المعلومات بتاعتي امنه. طيب قال لي بقى التهديدات بتكون ايه؟ بتكون الوصول، اول حاجه التهديدات. تعال نشوف التهديدات. إيه استنى. طيب ايه بقى يا مستر التهديدات دي؟ قال لي اول حاجه عندي في التهديدات حاجه اسمها الوصول غير المصرح به. طيب وعندنا الاختراق، البرمجيات الخبيثه، فيروس الكمبيوتر، حصان طروادة، برنامج التجسس. طيب تعالى نبدا كده. احنا عندنا 7 حاجات، ادي كده 2 3 4 5 6 7. اول حاجه هنغير اللون، نكتب باللون ايه؟ هنكتب بالازرق. الوصول غير المصرح به. هو هنا معلش بس ارجع لي خطوه، هو كده قضى على ايه؟ قضى على السريه. لما يوصل بطريقه غير مشروعه او وصول غير مصرح به دخل على الاكونت بتاعي، يبقى كده قضى على ايه؟ قضى على السريه. طيب تاني حاجه الاختراق. هو في الاختراق هنا هيقضي على ايه؟ الاختراق ده يعني واحد داخل هيعبث يا مستر بالمعلومات، هيتلاعب بالمعلومات يا مستر. كده قضى على ايه؟ قضى على سلامه المعلومات، المعلومات ما بقتش سليمه. طيب قال لي تالت حاجه عندي البرمجيات الخبيثه. البرمجيات الخبيثه برمجيات، بص مصطلح علم البرامج الضاره، مصطلح عام للبرامج الضاره المصممه لالحاق الضرر بالاجهزه الكمبيوتر. وهنعرف دلوقتي بيقول لي ممكن تيجي عن طريق 4 حاجات. قال لي ممكن تيجي عن طريق الشبكات، ممكن تيجي عن طريق اليو اس بي الفلاشه، ممكن تيجي عن طريق الايه؟ البريد الالكتروني، وممكن تيجي يا مستر عن طريق مواقع الويب. تمام؟ يبقى انا عرفت ان انا هتيجي، ممكن تيجي اللي هي البرمجيات الخبيثه دي، ممكن تيجي عن طريق البريد الالكتروني، عن طريق الشبكات، عن طريق اليو اس بي، عن طريق الايه؟ مواقع الويب. طيب يا مستر عندي رابع حاجه بنتكلم في رابع حاجه. قال لي عندي فيروس الكمبيوتر. محتاجين نصغر الخط شويه يا شباب. طيب
قال لي بعد كده بعد فيروس الكمبيوتر عندي حاجه اسمها او مصطلح اسمه، طبعا هنشرح كل مصطلح بيتكلم عن ايه، اسمه حصان طروادة. طيب بعد كده عندي الدوده. بعد كده يا مستر بعد الدوده قال لي عندي برنامج التجسس، وده بينقسم لاثنين، واحده برامج تجسس اللي هي لوحات او مسجل لوحات المفاتيح، وقال لي عندي واحد اسمه برامج الإعلانات. تمام. طب نمسك أول واحدة فيهم اللي هو الوصول غير المصرح به. بيقول لي عندما يحصل شخص ما، في شخص وصل للأكونت الفيسبوك بتاعي على وصول الى نظام حاسوبي دون اذن، ايا كان بقى، هو وصل للفيسبوك، وصل للجهاز بتاعي بشكل عام، وصل للبريد الالكتروني بتاعي، بس فرق بين الوصول غير المصرح به والبرمجيات الخبيثه. ليه؟ لان البرمجيات الخبيثه هي برامج ضاره هتضرك، هتوصل للجهاز بتاعك، ولكن ده مش شخص، دي البرامج هي اللي اللي وصلت. يبقى الوصول غير المصرح به ان شخص ياخد الاي دي بتاعك وياخد الباسورد ويخش بيه على الاكونت. طب البرامج الخبيثه لا، البرامج الخبيثه دي بتخش تضر الجهاز، مش يعتبر وصول غير مصرح به. الوصول غير مصرح به اربطه بالافراد اللي هتخش او توصل للنظام بتاعك. طب نخش على الاختراق. بالاختراق هو الوصول الى النظام بشكل غير قانوني للتلاعب، هيوصل للسيستم بتاعك للتلاعب بالبيانات، تمام، او محوها او سرقتها، ويطلق على الشخص الذي يرتكب هذه الافعال مخترق. طيب حلو. يبقى انا في شخص هيوصل للنظام بتاعي، هيبدا يتلاعب بالبيانات بتاعتي، داخل على البيانات، عايز يضرها، عايز يمحيها، عايز يلحق بيها الضرر. هو هنا بيضر بيضر بالسلام. طيب حلو، نخش على البرمجيات الخبيثه. امتى يا مستر البرنامج الخبيث يبدا يخش لي عن طريق الشبكات؟ قال لك لو في شبكه زي الواي فاي وانت دخلت عليه، تمام، دخلت على شبكه واي فاي ماشيه ماشي في الشارع كده، او انت حضرتك ماشيه في الشارع وبدات تلاحظ ان في شبكه مفتوحه، شبكه يا مستر مفتوحه، هخش عليها، هكونكت، هحمل لعبه، هحمل فيلم، ويكون ده يا حبيبي يكون كمين، شخص عامل لك كمين عشان هيبعت لك عن طريق ان انت متصل بنفس الشبكه بتاعته، هيحمل لك عن طريقها برمجيات خبيثه. فخلي بالك، مش اي شبكه واي فاي اشوفها في الشارع او عامل لها كونكت. طيب الناس اللي بتقعد تحت البيوت ويسرقوا الشبكات بتاعت الناس، ممكن يكون في واحد ابن حلال كده يعرف ان انت سرقت الشبكه بتاعته، يقوم يعمل لك مفيروسك. طيب اليو اس بي، مش سمعنا كلنا مصطلح اليو اس بي اللي هو بيقول لك بيقول لك هي الفلاشه دي متفيروسه، تيجي تاخد فلاشه من حد يقول لك اوعى يا اسطى تكون الفلاشه دي متفيروسه، اوعى الفلاشه يكون عليها فيروس. طب بيجي منين يا مستر الفيروس ده لليو اس بي؟ عن طريق ان انا انزل لي برنامج عن طريق مثلا الشبكات، او عن طريق البريد الالكتروني، او عن طريق الويب، مواقع الويب، وانزل لي على الكمبيوتر بتاعي. جيت انا خدت الفلاشه حطيتها في الكمبيوتر بتاعي، انتقل الفيروس عن طريق البرمجيات او عن طريق الملفات اللي انا ببعتها للفلاشه، انتقل على اليو اس بي. طيب جه واحد صاحبي عايز ياخد مني الفلاشه او عايز ياخد مني الملفات دي، او قايل له او يقوم الفيروس منتقل من الفلاشه على الكمبيوتر بتاعه، ويبدا ينتشر الفيروس زي ما كان عندي على الجهاز. فخلي بالي ان اليو اس بي مش اي فلاشه ابدا استخدمها على الجهاز بتاعي، اتاكد الاول ان هي ما عليهاش اي فيروس، او اكون عامل احتياطاتي، وهنعرف الحاجات المضاده للفيروسات. طيب البريد الالكتروني، حد بعت لك لينك، خش يا اسطى هتكسب 1000 جنيه، خش هتلاقي هيفاء وهبي بتغني في حفله خاصه، خش مش عارف تقوم دايس على اللينك. اول ما تدوس على اللينك يبدا ينزل لك حاجه اسمها برنامج بيكون معمول له حاجه اسمها اوتو ران. الاوتو ران ده يعني اول ما تدوس على اللينك البرنامج ينزل عندك على الجهاز، يبدا يشتغل لوحده او يتسطب بشكل دايركت او بشكل مباشر على طول. يبقى عرفنا برضو البريد الالكتروني، محدش يبعت لك حاجه، محدش يقول لك دوس على اللينك ده عشان تاكتف الفيزا او نراجع البيانات او الكلام ده كله كده. طيب البريد الالكتروني اخلي بالي انا بتعامل مع انهي بريد. طيب الويب يا مستر، الناس اللي بتحمل العاب او البرامج اللي هي عليها كراك، يقول لك البرامج ده برنامج مكرك، يعني يعني المفروض ان انا ادفع له فلوس، فانا مش هدفع له فلوس بقى واخده مجاني،
طب هاخده مجاني منين؟ على مواقع مش رسميه او مواقع مش يعني مش مرخصه، مواقع كده ايه زي القنوات بتاعت حبيشه والقنوات بتاعت مش عارف الليمبي والحاجات دي. القنوات دي بتبقى قنوات ايه تحت بير السلم كده، بتحط افلام هم بيبقوا سارقينها والكلام ده، افلام متسجله والحوارات دي. نفس المواقع الويب بتعمل نفس النظام، بتاخد البرنامج هو المفروض يدفع له فلوس، تحطه عندها من غير فلوس فالناس تحمله. في وسط ما انت بتنزل البرنامج ده بيكون في لينكات اعلانات غير معروفه، برضو اعلانات شمال، تبدا تدوس على اللينك يبقى في عليه برنامج بينزل لوحده. اول ما تدوس على اللينك يقوم عامل لك ايه؟ منزل لك البرنامج ومعمول له اوتو ران ويشتغل لوحده على الجهاز، يبقى انت كده اتفيرست عن طريق الويب. طيب قال لي عندي فيروسات الكمبيوتر او فيروس الكمبيوتر، ده رابع حاجه. فيروس الكمبيوتر ده بيقول لي برنامج مصمم لاحداث ضرر بشكل متعمد مثل تدمير البيانات او البرامج، زيه زي البرمجيات الخبيثه، ولكن ده بيبقى بشكل اوسع، او بيبقى خلاص بقى هو داخل دايركت. هو يعتبر الفيروس ده بقى الايه اللي هينزل مع الحاجات دي او من الحاجات دي. الفيروس ده هو بقى اللي هيجي عن طريق الشبكات وعن طريق اليو اس بي وعن طريق البريد الالكتروني وعن طريق الويب. يبقى البرمجيات الخبيثه ده بينزل لي ايه؟ بينزل لي برنامج ضار. ايه هو بقى البرنامج الضار ده؟ اللي هو فيروس الايه؟ الكمبيوتر. طيب عندي يا مستر حاجه اسمها حصان طروادة. حصان طروادة ده عايز اقول لكم القصه بتاعته. في مدينه في اليونان، المدينه دي او اليونانيين كانوا عايزين يحاصروا مدينه اسمها طروادة. طيب مدينه طروادة جم يحاصروها وعايزين يفتحوها بقى اليونانيين وعايزين يخشوا يقتحموها والكلام ده، ما عرفوش. طيب راحوا عاملين ايه؟ فضلوا محاصرينها كتير جدا. راحوا عاملين ايه؟ راحوا عاملين حاجه اسمها حصان كبير من الخشب، وراحت الجنود اليونانيين استخبوا جوه الحصان ده وحطوه قدام باب القلعه. والجزء الثاني من الجنود، عشان الحصان مش هيكفي كل الجيش، ولكن الجزء بقى اللي اتبقى ده مش يروح. راح جت الناس اللي في جوه مدينه طروادة فتحوا الباب، افتكروا ان الحصان ده غنيمه بقى وخلاص، هم الجيش كده كده مشي وخلاص، والحصان ده داخلين بقى ايه؟ عايزين يعرفوا الحصان ده ايه، ففاكرينه غنيمه من الحرب. راحوا دخلوا الحصان جوه الايه؟ القلعه. طبعا الناس اليونانيين، الجيش اليوناني ما كانش عارف يفتح القلعه اصلا، ما كانش عارف يفتح الابواب بتاعتها محصنه جامد. طيب راحوا مدخلين بقى هم الحصان جوه ايه؟ القلعه. الحصان في مين؟ في الجنود. الجنود بدات تتسحب بالليل، استنوا لحد بالليل، بدات تتسحب بره الحصان وراحوا فاتحين باب القلعه، وبدا الجيش اللي بتاع اليونانيين يخش واقتحموا القلعه واتفتحت مدينه طروادة. فالمصطلح بيدل على اي برمجيات بتنزل بشكل في لعبه كده، في يعني حصل اي ايه تلاعب في الايه في الدخول عشان يخش على الكمبيوتر. طيب انا قلت لك حاجه مهمه، قلت لك ان حصان طروادة عشان الجنود يدخلوه جوه المدينه استنوا لحد بالليل، او استنوا او مشيوا، ففضلوا وقت كبير. الحركه بتاعه العمليه دي خدت وقت طويل، استنوا لحد ما هم يمشوا ويدخلوا الحصان، واستنوا بعد ما دخلوا الحصان استنوا لحد بالليل عشان الجنود يطلعوا. نفس الفكره، حصان طروادة لما بيخش بيعمل بهدوء من غير ما حد يحس بيه، انت مش تعرف ان الجهاز اصلا مهنج منك ولا ان في حد فيروس على الجهاز ولا الكلام ده كله. يعمل بهدوء حتى لو هياخد وقت، حتى لو يستنى لحد بالليل والجنود يروحوا والناس تنام وكل حاجه تحصل، مش مهم، بس المهم ان انا اشتغل بهدوء، ما حدش يعرف ان انا بفيروس او انا بتلعب باي بيانات في الجهاز. يبقى حصان طروادة هو برنامج متنكر على انه برنامج شرعي، حصان عادي ده غنيمه، فمتنكر على انه برنامج شرعي يتسلل الى النظام ويبدا الهجمات بايه؟ بهدوء. طيب نخش على الدوده. الدوده يا مستر من خصائص الديدان ان هي بتعمل ايه؟ بتبدا تنقسم. يعني ايه؟ هي بتتكاثر ذاتيا، مش محتاجين ذكر وانثى عشان يحصل نولد دوده جديده زي البني ادمين يعني. طيب يبقى الدوده بقى بتعمل ايه؟ بتعمل انقسام ذاتي او تكاثر ذاتي. بتبدا ان هي معايا دوده كامله اهي، نبدا ان احنا نتقسم نصين، تبقى دي دوده واحد اهي ودي دوده اتنين. بعد كده الدوده واحد دي اهو بقت دوده كبيره اهي، تبدا تنقسم تبقى دوده ثلاثه ودوده اربعه، الدوده اتنين تبدا تنقسم تبقى دوده خمسه ودوده سته، وهكذا 3 و4 و5 و6، ويبدا ينتشر بشكل ايه؟ كبير. نفس المصطلح ده بيطلق على برنامج ينسخ نفسه وينتشر عبر الانترنت مثل الدوده، مما يؤدي الى توسيع نطاق الايه؟ الاصابه. يبدا ينتشر، بيبقى
حلقه كبيره من الفيروسات، سلسله كبيره من الفيروسات ما لهاش اي عدد، ما بتقفش في الانتشار، انت ما تبقاش عارف اصلا انت يعني توقف انهي فيروس فيهم او تقضي على انهي فيروس فيهم، لان هي بتنتشر بشكل كبير جدا. قال لي سابع حاجه عندنا حاجه اسمها برنامج التجسس. من اسمه برنامج بيتجسس. يعني ايه واحد بيتجسس على حد؟ يعني شخص هشوفك، هراقبك، هتجسس عليك، واروح انقل الكلام ده لشخص تاني. انا واحد مكلفني ان انا اتجسس على شخص، فهروح اشوف الشخص ده بيعمل ايه، بعد كده اقف اشوفه يعني، واشوف حركاته واشوف اسلوبه واشوف كلامه، واخد الكلام اللي انا سمعته ده واخد الحاجات اللي انا شفته بيعملها دي واروح اقولها للشخص الثالث. يبقى في طرف ثالث في ايه؟ في الموضوع. برنامج التجسس بيعمل نفس الكلام ده بالظبط. قال لي بس انا عندي نوعين من برامج التجسس. اول حاجه مسجل لوحات المفاتيح. مسجل لوحات المفاتيح ده بيعمل ايه؟ بيشوف الضغطات اللي انت بتضغطها على الكيبورد عندك ويبدا ينقلها للاطراف الثالثه. الشركات اللي مكلفاه ان هو، خلي بالك من كلمه الشركات دي، اللي مكلفاه ان هو يتجسس على الضغطات بتاعتك، او ان واحد عامل برنامج تجسس عشان يبدا يعرف الباسورد بتاعك كام، فهيشوف ضغطاتك على التليفون كام، فيبدا ان هو يتبع الضغطات، يكتبها عنده ويعرف الاكونت بتاعك ويعرف الباسورد. طيب يبقى ده لوحه المفاتيح، ويبدا البرنامج ده ينقل الايه؟ الضغطات بتاعت الحروف دي للشركات او للشخص اللي مكريت الايه؟ الفيروس ده. طيب قال لي النوع الثاني حاجه اسمها برنامج الاعلانات. برنامج الاعلانات ده برنامج بيخلي الجهاز بتاعك شاشه فاضيه، شاشه واقفه نهائي، ما بتعرضش اي حاجه، ما تعرفش تعمل فيها اي حاجه في الجهاز ولا تتحكم في اي وصول للجهاز غير ان هو يعرض الاعلانات بتاعته. لحد ما تبدا تفصل الجهاز، تبدا تفصل الانترنت عن الجهاز، البرنامج بتاع الاعلانات ده ايه؟ يقف. يعني طول ما انت موصل الشبكه هو مش هيديك اي تحكم في الجهاز غير ان هو بيعرض لك اعلانات. حلو. برنامج الفديه. من اسمه يعني ايه فديه؟ حد بيخطف حاجه بتاعت حد ويبدا يساومه عليها، يقول له ادفع مقابل او ادفع فديه عشان ارجع لك الحاجه بتاعتك. يعني شخص ابنه اتخطف، فيبدا العصابه اللي خطفته رجعوا لنا، هاتوا مليون جنيه واحنا نرجعه لكم، فيبدا يقولوا لهم ايه؟ ما حدش هيدفع، ما حدش هيدفع. فهي دي برامج الفديه. بيعملوا ايه بقى برامج الفديه بالنسبه للبرمجيات؟ بياخدوا الهارد بتاعك يشفره بكلمه سر. طيب حلو يا مستر، يعني انا دلوقتي ما عنديش اي وصول للايه؟ للهارد، مش هعرف اوصل ولا اخش على اي فولدر في الهارد بتاعي لانه اتقفل بكلمه سر، ويبدا يطلب منك مبلغ مالي تدفعه عشان خاطر ان انا اديك كلمه الايه؟ السر بتاعه الهارد اللي انا شفرته. وفي الغالب الناس ما بتدفعش الكلام ده وبيرموا الهارد وبيجيبوا هارد جديد. يبقى برنامج الفديه بيقول لك من اسمها كده، باخد منك حاجه، بخطف منك حاجه بتاعتك وبعدين اقول لك هات فلوس عشان اردها لك او ارجعها لك. طيب برنامج يجعل البيانات غير قابله للوصول، الهارد بتاعك مش هتعرف تتحكم فيه، ويطالب بفديه لاستعاده الوصول للبيانات. حلو. قال لي بقى يا مستر في حاجه عندي اسمها الجرائم الالكترونيه، سمعناها قبل كده دي؟ سمعناها. طيب افعال اجراميه ترتكب عبر شبكات الكمبيوتر. حلو. قال لي عندي منها 3 انواع. النوع الاول انتهاك قانون الوصول، وده قلت لك ان شخص الوصول الغير قانوني الى الكمبيوتر باستخدام هويه مستخدم او كلمه مرور. يبقى كلمه السر في الوصول غير المصرح ان شخص يخش على شخص ثاني، فلو قال لك برنامج خبيث ده مش وصول غير مصرح بيه، ده مش وصول غير مصرح بيه. يبقى لازم شخص يخش باي دي او كلمه مرور بتاعه شخص تاني، زي انتحال الهويه ولكن بالايه؟ بالطريقه اللي بتاعت بقى ايه؟ ان هو دخل على ابلكيشن او دخل على فيزيت حد او الكلام ده كله، فده وصول غير مصرح بيه. مش شخص بيعمل اكنه شخص، لا ده شخص بياخد باسورد يتعامل بيه على انه الشخص ده. طيب حلو. جرائم تتضمن الكمبيوتر او السجلات الالكترونيه. قال لك جرائم تتضمن العبث بالبيانات، شخص هيبدا يبقى يعبث بالبيانات اللي هو المخترق، بيبدا يعبث بالبيانات المخزنه او التلاعب الغير مصرح بالاجهزه. طيب جرائم قائمه على الشبكات. قال لك جرائم ترتكب باستخدام الشبكات مثل الاحتيال او التشهير، ان انا اخد حاجه بتاعت حد وابدا اشهر بيها وابدا انزل حاجات مش المفروض ان حد يشوفها وابدا انزل حاجات عنه مش المفروض ان حد يعرفها. بيقول لك او انتهاك حقوق المؤلف. وطبعا احنا عرفنا ان انتهاك حقوق المؤلف ان انا باخد حاجه بتاعت حد من غير وانشرها من غير ما اخد اذنه، الا لو في استثناءات، وعرفنا الاستثناءات كانت ايه الدرس اللي فات. طيب عندنا التدريبات. تعال نحل التدريبات بالمره ويبقى كله فيديو واحد. اقفل البورد، انا عايز اقفل البورد
ما تعصبنيش. طيب هات البي دي اف اهو. خش على التدريبات بتاعتنا. اول سؤال بيقول لي اختر الخيار او الجزر ماشي. اختر الخيار الذي تكون فيه التوافرية معرضة للخطر. امتى توافرية؟ هي التوافرية يا مستر كانت بتتكلم عن ايه؟ التوافرية يا مستر كانت بتتكلم على ان انا مش قادر اوصل للبيانات بتاعتي. طب اقرا كده، امتى ما اقدرش اوصل للبيانات بتاعتي؟ تم تسريب معلومات شخصية بسبب اصابة ببرنامج خبيث. ده بيعرض الى الخطر، ده بيعرض السلام. يبقى مش التوافرية. طيب تم ادخال بيانات غير صحيحة مالهاش علاقة اصلا بالموضوع، ده خطأ في الكتاب. طب تسبب هجوم الكتروني في تعطيل موقع ويب، هو ده الاجابه الصح. الموقع الويب ده بيبقى عليه بيانات ليا، بيبقى عليه اكونتات ليا، فانا مش هقدر ان انا اوصل للبرنامج ده، او مش هقدر اوصل للمعلومات بتاعتي دي. طيب يبقى ده هنا التوافريه تعرض للخطر. طيب اختر الخيار الذي يشكل انتهاكا لقانون الوصول غير المصرح به للكمبيوتر. طيب عايز حاجه هتشكل قانون. احنا قلنا كلمه السر هنا ايه؟ ان حد ياخد اي دي حد من غير ما يستاذنه ويخش على الاكونت والباسورد بتاعه. طيب نشوف هنا ايه الكلام اللي بيدل على كده اهو. هويه مستخدم، استخدام هويه مستخدم وكلمه مرور، يبقى الاجابه د. طيب تعالى نخش على السؤال اللي بعده. سؤال رقم 3 بيقول لي اختر عباره واحده صحيحه خاصه باصابه الفيروسات الكمبيوتر. احنا قلنا فيروسات الكمبيوتر دي بتعمل ايه؟ قال لي دي برامج خبيثه بتنزل عشان تضر الجهاز. طيب هو عايز ايه العباره اللي بتضر الخاصه باصابه فيروسات الكمبيوتر؟ قال لي طالما ان الكمبيوتر متصل بالشبكه فهناك دائما خطر من اصابه بفيروس الكمبيوتر. مش شرط. اذا لم تتصل بجهاز كمبيوتر او شبكه وقمت فقط بنقل بيانات باستخدام ذاكره فلاشه فلن تحدث اصابه. طبعا غلط. طيب ممكن تحصل اصابه عن طريق اليو اس بي عادي. اذا تجنبت الدخول الى المواقع الضاره او غير القانونيه فلن تصاب بالفيروس. لا طبعا هصاب. طالما انت لا تفتح رسائل البريد الالكتروني فانت في امان من الاصابه، لذا فان توخي الحذر مع رسائل البريد الالكتروني يكفي. غلط. يبقى الاجابه الصحيحه عندنا هي طالما ان الكمبيوتر متصل بالشبكه فهناك دائما خطر من الاصابه بفيروس الكمبيوتر وضحكت عليكم. طيب السؤال اللي بعده. اختر جميع الإجراءات التي تشكل انتهاكا لقانون الوصول غير المصرح به إلى الكمبيوتر. استخدام هوية مستخدم وكلمة مرور. هو عايز قانون وصول أو قانون الوصول اللي هو بتاع الاي دي بتاع الباسورد. استخدام هوية مستخدم وكلمة مرور شخص آخر بشكل غير قانوني الوصول إلى الكمبيوتر. هي دي الإجابة الصح. تخزين كلمة مرور للحصول عليها التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني على الكمبيوتر. طبعا ده بيخزن، فنفس الكلام هو عايز هنا جميع الاجراءات او جميع الاجابات اللي تنفع صح. طيب مشاركه هويه مستخدم وكلمه مرور مع صديق اخر دي برضو صح. نشر موقع ويب يبقى عندي الف وب وجيم صح. نشر موقع ويب يبيع ادويه شبه قانونيه ويحتوي على محتوى غير قانوني او غير لايك ده ملوش علاقه، ده انتهاك حقوق النشر او حقوق الملكيه او حقوق المؤلف. السؤال اللي بعده عايز جميع العناصر اللي تنفع في التي تمثل خطرا من الاصابه بفيروس الكمبيوتر. قال لي حاجه اسمها مرفق بريد الكتروني مرسل من جهاز مصاب بفيروس، تمام. الاتصال بشبكه مصابه بفيروس، تمام. ذاكره فلاشه تم استخدامها على جهاز مصاب بفيروس، تمام. هنا بقى عندي كورس الدي في دي. طيب كورس الدي في دي ده جهاز ارسال، يعني هو بيرسل ايه؟ بيعرض لي، هو جهاز بيعرض الايه؟ الفيديو. انا دلوقتي لو عندي فيديو تمام، فيديو عليه فيروس، ده هيوصل لي؟ لا مش هيوصل لي. ليه؟ لان هنا الفيديو هو مجرد شيء بنعرضه، والدي في دي نفس الكلام، هو بس بيعرض لي الفيديو مش بيستقبل اصلا حاجه. هو الفيديو بيتسجل عليه او الدي في دي بيتسجل عليه الفيديو او الفرح اللي انا عايز اعمله. قلت لك قبل كده مثلا بنقعد نشغل الدي في دي ده بيبقى فرح بتاع خالتك، بتاع فرح بتاع ابوك وامك، وتقعد بقى تتريق على عمامك وخالاتك واللبس القديم بتاع زمان والكلام ده كله. فكورس الدي في دي لفيلم تم تشغيله على جهاز كمبيوتر مصاب بفيروس ده مش هيفرق معاه في حاجه، ده مش هيبعت لي فيروسات، هو مجرد ما حاجه بتعرض لي الايه؟ الفيلم او بيعرض لي ايه؟ الفرح اللي انا هشغله. فده هيبقى غلط، هيبقى الاجابه الف وب وج. طيب عايز في العبارات دي اعرف ايه فيهم بيدل على السلامه،
ايه فيهم بيخاطب السريه، بيخاطب ايه التوافريه. تعال نشوف. بيقول لي ابلغ مسؤول الشبكه بوصولك. طيب في واحد قال ان الشخص اللي وصل ده هو الشخص الصح اللي وصل، يبقى المعلومات اللي عندي ايه ما تلعبش فيها، ما اتمحتش، ما حصلهاش اي موضوع، ما حصلهاش اي حاجه. الموظفين او الموظف هو ايه الايه اللي هيوصل. يبقى مسؤول الشبكه ابلغ بوصولك ايه الى العمل، يبقى ده خاص بالسلامه. طيب تعامل مع البيانات الخاصه مثل ارقام الهويه الشخصيه في غرفه يسمح بدخولها فقط للموظفين المصرح لهم، ده خاص بالسريه. طيب احتفظ بسجلات الوصول الى البيانات التي تتم عليها لتمكين امكانيه التتبع. انا عايز احتفظ بسجلات الوصول للبيانات عشان انا شغال عليها. طيب ده هيبقى عشان يضمن لي ايه؟ عشان يضمن لي ان البيانات ما تتشالش ما تتمسحش، يبقى ده خاص بالسلامه. طيب قم بتركيب امدادات طاقه احتياطيه لجميع الاجهزه المتعلقه بانظمه المعلومات الحيويه استعدادا لانقطاع الكهرباء. ايه امدادات الطاقه الطاقه الاحتياطيه دي؟ زي الايه الجهاز اللي هو بتاع الكهرباء اسمه ايه؟ المولد الكهربائي. انا جبت مولد كهربائي احطه في الجهاز اوصل بيه الكمبيوتر بتاعي عشان لو الكهرباء فصلت الكمبيوتر ما يتقفلش. فالبيانات اللي عندي اجي اوصل لها تاني اقدر اوصل لها، عشان لو الكهرباء قطع انا مش هعرف اوصل للبيانات بتاعتي. فهنا بيتكلم على التوافريه. حلو جميل يا مستر. قم بتشغيل برامج ضاره. هشغل برامج ضاره لتتمكن دائما من الوصول الى المعلومات الهامه. طيب انا دلوقتي هشغل برامج ضاره. حلو حلو. ليه؟ عشان اوصل للمعلومات المهمه. يعني ايه بقى اشغل برامج ضاره عشان اوصل لمعلومات مهمه؟ انا دلوقتي عايز اتاكد ان المعلومات دي محدش هيقدر يوصل لها بطريقه ضاره او بطريقه غير مباشره او بطريقه غير مصرح بيها. فهشغل برامج ضاره تختبر لي المعلومات دي. فهنا انا بتاكد من ايه؟ بتاكد من سلامه المعلومات بتاعتي. يبقى انا هنا بتكلم عن السلام. تعال نخش على السؤال اللي بعديه. طيب عايز بيتكلم في الجمل دي اختر ما تشير اليه العباره دي. برامج ضاره، ده مسجل لوحات مفتاح. هنشوف كل ايه الكلام ده. الفيروس الذي يعرض اعلانات لم يقصد المستخدم رؤيتها، ده كان ايه؟ ده فيروس اعلانات الايه اللي هو بتاع برامج التجسس، فهيبقى برامج الاعلانات. طيب فعل التسلل غير القانوني الى جهاز كمبيوتر للتلاعب بالبيانات او محوها او سرقتها، ده ايه؟ ده كان اختراق. طب ايه يا مستر قرصنه دي؟ بين قوسين كده هو قرصنه عشان خاطر ان القرصنه هو الفعل السيء للاختراق، لان في اختراق جيد. ليه يا مستر في اختراق جيد؟ لما بتيجي شركه ابل بتعمل مؤتمر كل سنه بتجيب ناس هاكرز عشان يهكروا النظام بتاع شركه ابل. ليه يا مستر بيعملوا كده؟ عشان لو في مخترق سيء نقدر ان احنا عرفنا الثغرات بتاعتنا فنقفلها. انا دلوقتي عندي وليكن عندي نقطه مش كويسه في الايه؟ في التدريب. انا بتدرب مثلا لاعب بلعب كوره، فعندي نقطه مش كويسه، فببدا ان انا اعمل فرقتين تمام يلعبوا بعض عشان اعرف الثغرات بتاعتي فين وابدا احلها، عشان لما الاعب فرقه حقيقيه اقضي عليها او اقضي على الثغرات اللي انا وصلت لها دي. فهنا الشركه بتاعت ابل بتعمل نفس الكلام عشان تجيب مخترقين ناس كويسه عشان تعمل ايه؟ تقضي على الثغرات بتاعتها او تكتشف الثغرات بتاعتها فيقفلوا الثغرات دي. فلو في مخترق سيء ما يقدرش يعمل الكلام ده، فده اسمه اختراق جيد. الاختراق السيء هو ادق وصف ليه هو القرصنه، بس احنا عندنا في المنهج اختراق برضو معانا قرصنه ايه؟ ده بين قوسين كده. طيب البرنامج الذي يسرب البيانات، ده حد هيبعت بيانات لشخص تاني، لو لشخص ثالث المخزنه على الكمبيوتر يسمى الى الخارج يسمى برامج الايه؟ برامج التجسس. طيب برامج ضاره التي تشمل الفيروسات الكمبيوتر وحصانه الوضع يشار اليها مجتمع، كل ده بقى برامج ايه؟ برامج الضاره اللي هو اسم البرامج كلها. طيب حلو كده احنا خلصنا الدرس الاول في الوحده الثالثه. باذن الله
انتظر مني الدرس الثاني في الوحده الثالثه باذن الله في اقرب وقت، وانتظر مني الفيديو المجمع على التابلت عشان نحل مع بعض كل الفصول الخاصه بالمنصه. طيب يا مستر انا دلوقتي مطلوب مني اسلم، مطلوب مني مش عارف اعمل ايه، انتظر الكلام ده كله في اقرب وقت، فمش هنتاخر عليك باذن الله. كل اللي انا طالبه منك تفاعل، رايك في الكومنتات، لو في اي سؤال، لو في اي حاجه عايز تبعت لي على رقم الواتساب، عايز تبعت لي على اي حاجه ابعت لي، ولكن اشوف منك تفاعل، اشوف منك تقدير للمجهود اللي احنا بنعمله لك. مش هنتاخر عنك في اي حاجه. لو في اي حاجه كلمني على الواتساب، كلمني على ابعت لي في الكومنتات، ابعت لي لو في عندك اي سؤال واقف قدامك، انا مش هتاخر عنك في اي حاجه. ابعت الفيديو ده لاكتر دايره من صحابك عشان برضو هم يستفادوا هم كمان باذن الله. يعني نكون عند حسن ظنكم دايما. اعمل لايك، اعمل سبسكرايب للقناه، اكتب لنا كومنت وعبر لنا عن رايك. طبعا انا مش عايز اقول لك انا مبسوط قد ايه بالكومنتات اللي انا شفتها في المراجعه النهائيه اللي انا عملتها لك. الحمد لله كانت كافيه ووافيه، وقدرنا ان احنا نحط لك فيها اهم الاسئله، والحمد لله بشهادتكم مش بشهادتي ان هي جه منها الامتحان نصا. ومعظم الناس يعني او بعض الناس قالت لك ايه ده نص الامتحان، على الاقل نص الامتحان جه منها، ولكن الاغلبيه قال لك الامتحان كله ما خرجش بره الاسئله دي. فتقديرا للمجهود ده اللي احنا بنعمله لك، عايز اشوف منك رد فعل عشان نقدر نطور من نفسنا لو في اي مشكله. اشوفكم دايما على الخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.